السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل لكم فراخ مشوية حلوة قوي بتتبيلة تحفة جدا، من غير دخنة ولا اي حاجة خالص. جربيها وان شاء الله تعجبك. مقاديري عندي فرختين اللي معايا دول صغيرين. انا مسكتهم قسمتهم بالنص وقسمت الفرخة بالنص وشرحتها شرايح عشان الخلطة تدخل جواها. عندي بصل مبشورة، وعندي طماطم مبشورة، وعندي ليمونة كاملة، وعندي معلقتين زيت. بهاراتي بقى ودي بقى ركزي فيها كويس، البهارات بتفرق او بتغير الطعم وتوديه في حتة تانية خالص. ملح وفلفل اسود، عندي 7 بهارات، عندي قرفة، عندي كاري، وعندي سماق خطير بصراحة، حلو جدا السماق يعني تحفة جدا للمشاوي. بصي زي ما انتي شايفة كده انا شرحتها اهو علشان الخلطة بتاعتي تخش جواها كويس قوي. الفراخ لازم تبقى يعني ممكن تبقى كبيرة عادي جدا او صغيرة برضو شغالة. انا عندي هنا الفراخ بتاعتي صغيرة، هحط عليها بقى البصل والطماطم وهعصر عليها الليمون اهو. الطماطم والبصل مبشورين تمام. بس كده موضوع سهل جدا وبسيط، مش تاخد منك وقت خالص. ممكن تتبليها من بالليل وتصحي الصبح تعمليها، ما فيش اي مشكلة خالص. خلطة بسيطة ومكوناتها بسيطة وطعمها هيعجبك جدا جدا جدا، انا واثقة. بس انا بحط البهارات بتاعتي زي ما قلت لك، ملح وفلفل اسود، وعندي سماق، وعندي قرفة، وعندي كاري. كله المقادير بنخلطها مع بعض كده كلها على بعض. وطبعا ما تنسيش الليمون والزيت. بس تخلصي بقى المقادير كلها مع بعض وتخلي الخلطة دي تخش جوه الفراخ نفسها وجلدها والفتحات اللي انتي عملتيها. وبعد كده هو بتسيبيها، عايز تعمليها من بالليل او تستني عملتيها ومستعجله وعايز تعمليها برضو شغاله عادي نفس الطعم. هتعمليها من بالليل وتصحي تعمليها اوكي. مفيش مشكله. انا هنا اهو تبلتها واستنيت عليها ساعتين وهشتغل عليها بيها على طول. عندي صينيه بحط فيها الفراخ بتاعتي. بس زي ما انت شايفه كده انا قسمه الفراخ بتاعتي اهو، فرخه قسمها نصين. النصين ما فصلتهمش، عايز تفصليهم ما فيش مشكله برضو عادي، كله شغال يعني اهو. وفي بقى بقيه الخلطه انا مش هرميها، انا بقيه الخلطه حطيتها برضو معاها تستوي اهي. بصي بقيتها تستوي جميله جدا، تاكليها بالعيش بعد ما تستوي الفراخ، خطيره قوي قوي قوي. بس عايزه تسويها على البوتاجاز من فوق وبعدين تدخليها الفرن تحت الشوايه تاخد وش، او تسويها في الفرن على طول، هيدي نفس النتيجة وهتبقى تحفة جدا وهتعجبك قوي. دي بعد ما طلعت حطيت لها حتة فحمة، بس شكلها تحفة ازاي، خطيرة والله، والطعم روعة، هيعجبك قوي. جربيها وعلى ضمانتي. هحط هنا اهوت على الفحمة طبعا زيت عشان تاخد طعم الفراخ المشوية اللي من بره، وهغطيها طبعا بالورق الفويل، اكتم البخار ده كله دلوقتي اهي. عايزه اقولك الريحه قلبت البيت، تحفه والله، تحفه 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 اهي. بصي عامله ازاي، خطيره. عايز تقدميها مع مكرونه، عايز تقدميها مع رز بسمتي، رز ابيض، وجنبيها طبق سلطه خضراء حلو كده، هتعجبك جدا 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 وتحفه جدا. جربوها وان شاء الله تعجبكم، واشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله.